علاش ملي كتقارن حياتك بحياة الناس كتحس ديما بالتعاسة واحتقار الذات؟ بكل بساطة حيت الناس مصنفين في هذا الهرم الاجتماعي حسب نسبة الفقر ديالهم، وكل طبقة من هاد الطبقات كتحكم على النجاح ديالها بالمقارنة مع الطبقة اللي فوق منها. الإنسان عنده واحد الآلية في الدماغ هي اللي كتضبط هاد الشعور بالأمان والإحساس بالقيمة، هي اللي كتخليك تعطي قيمة لراسك، وهاد الآلية كتحدد هاد القيمة حسب الموقع ديالك في هاد الهرم. فكلما كنتي لتحت في هاد الهرم كلما خلاتك تحس براسك أقل قيمة وأقل استقرار، وهكا كيقلال عندك إفراز هرمون السيروتونين وهرمونات أخرى مشابهة المسؤولة عن الشعور بالسعادة، وكتزاد عندك الحساسية تجاه الأفكار السلبية، يعني التفكير ديالك كامل تقريبا كيولي سلبي، وبالتالي فإن التعاسة الحقيقية ديالك ما كتجيش من كونك فقير، بل من ديك الفجوة أو التناقض اللي كاين بين الكفاءة الحقيقية ديالك ونسبة التقدير ديالك ليها، أي أنك كتعتقد أنك عديم الكفاءة وما ناجحش في حياتك مقارنة مع اللي عايشين أحسن منك. إلا عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع الناس اللي محتاجين يسمعوا هذه الهضره، وتابونا معنا وخلي واحد تعليق ولا إعجاب باش تدعمنا نكملوا إن شاء الله. السلام عليكم.